أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل البوك ده، هو شبه الشنطة، شكله كيوت قوي وحلو، وينفع ان انا احط فيه فكة واحط فيه فلوس كمان. اول حاجة استخدمت خيط اكريليك اسمه هيمالايا انتي بيلينج، وانتي تقدري تستخدمي اي خيط تاني بس يكون سمكه متوسط. استخدمت معاه كمان ابرة رقم 3 علشان الخيط بتاعي متوسط. برضو احتجت الكبسولات دي ودايما بستخدمها في حاجات كتيرة، علشان بس نقفل بيها كويس، وهي بتكون بتتجاب من عند اي حد بيبيع خيوط او مستلزمات خياطة، هتلاقوها عنده. للإيد بقى أنا استخدمت لكل إيد 12 خرزة من اللولي ده، تمام، علشان نعمل الإيد دي كده وكده، لأن حسيتها مدية شكل أحلى من أي حاجة تانية. برضو هتلاقوها عند أي حد بيبيع خيوط. أول حاجة هنبدأ بيها، هنبدأ بإننا نعمل دايرة سحرية. الدايرة السحرية لو انتم مش عارفينها ليها فيديو تقدروا ترجعوا تشوفوه. ودخلت الإبرة كده من تحت الخيط وبعدين هسحب مرة، وده كده أنا قفلت الدايرة السحرية بتاعتي. هبدأ أعمل 6 غرز حشو في الدايرة السحرية دي. كده أول غرزة، بعد كده 2. طبعا هسحب الخيط بره الدايرتين اللي عندي على الإبرة. بعد كده 3. 4. 5. دايما أنا بحب أعد كل شوية علشان أتأكد إن أنا ماشية صح. والأخيرة رقم 6. وبعدين هنقفل الدايرة بتاعتي إن أنا شديت الخيط القصير. كده خلصت أول صف. الصف التاني هعمل غرزة تزايد في كل غرزة من اللي عندي، يعني هعمل تزايد 6 مرات. طب التزايد معناه ايه؟ معناه ان انا بعمل 2 غرزة حشو في نفس المكان. اول غرزة بتكون ضيقة شوية، بعدين هنعمل اول غرزة حشو وفي نفس المكان هعمل غرزة كمان. طبعا اول صف كان عندي فيه 6، الصف التاني عشان هعمل تزايد فهيبقوا 12. دي غرزة وفي نفس المكان غرزة كمان. وبعدين الغرزة التالتة هعمل فيها برضو 2 غرزة حشو. وهكمل لحد ال3 الباقيين كلهم ما يخلصوا. كده ده الصف التاني، المفروض يكون معايا 12 غرزة. جبت الماركر، خيط بس بلون مختلف علشان اعرف انا اول الصف ونهاية الصف. الصف اللي بعد كده المفروض ان انا هعمل 6 مجموعات، كل مجموعة غرزة واحدة بس حشو، والغرزة التانية هتكون تزايد، وتخلص المجموعة واكررها تاني. انا عملت غرزة حشو، دي غرزة تزايد. تمام كده شايفين؟ غرزة حشو وغرزة تزايد. هكرر المجموعة دي تاني لحد لما اخلص كل اللي عندي. غرزة حشو وبعدين غرزة تزايد. تمام. كمل تاني، واحدة حشو وبعدين واحدة تزايد. كده دي التالتة، انا بقيلي 3 مجموعات علشان اخلص الصف كله. تمام، هنكمل لحد نهاية الصف. بنهاية الصف ده كده زي ما انتوا شايفين المفروض يكون معايا 18 غرزة. اللي بعد كده المفروض ان انا هعمل برضو 6 مجموعات، كل مجموعة مكونة من غرزة حشو واحدة زي ما انتوا شايفين، وبعدين غرزة تزايد وغرزة حشو، واكرر تاني. دي كده التزايد بتاعتي، واخر غرزة في المجموعة بتكون غرزة حشو. وكده المجموعة الاولى خلصت. حشو تزايد حشو، واكمل تاني حشو تزايد حشو، غرزة، اللي بعدها تزايد، وبعدين غرزة حشو كمان. وانا كده عملت بس مجموعتين. شايفين؟ اهي المجموعة الاولى والمجموعة التانية حشو تزايد حشو. وهنكمل برضو لحد لما نخلص ال6 مرات بتوعنا. كده خلصنا، وبنهاية الصف ده المفروض يكون معايا 24 غرزة. بعد كده هنعمل برضو 6 مجموعات، كل مجموعة 3 غرزة حشو وغرزة واحدة تزايد. دي كده 1، 2، 3. وهقفل المجموعة بالتزايد بتاعي.
ودي كده أول مجموعة. شايفين؟ 3 حشو و1 تزايد. هكمل تاني المجموعة التانية بنفس الطريقة، 3 حشو و1 تزايد. كل ما تخلص المجموعة هكررها تاني. 1 2 3 وبعد كده هنعمل التزايد بتاعنا. وهكمل برضو لحد نهاية الصف بتاعي، لحد ما اوصل للماركر. كده خلصت، ونهاية الصف ده المفروض تكون 30 غرزة حشو. الصف اللي بعده هنعمل برضو 6 مجموعات، كل مجموعة 2 حشو، 1 تزايد، 2 حشو، واكرر تاني. 1 2 وبعد كده هنعمل التزايد، وبعدين هعمل 2 حشو كمان. كده المجموعة الأولى خلصت، المفروض أكرر المجموعة التانية، 2 حشو، 1 تزايد، 2 حشو. هنعمل مجموعة كمان، 1 2 تزايد، وبعدين 2 حشو. 1 2 وكده المجموعة التانية خلصت. هكرر تاني نفس المجموعة لحد لما اخلص المجموعات كلها. المفروض ان انا بنهاية الصف ده كده هيكون معايا 36 غرزة حشو. المفروض برضو هعمل واحدة كمان بنفس العدد بنفس كل حاجة. فلو دي اول غرزة ليكو، اي سوري، اول دايرة ليكو، هنعمل ايه؟ هنعمل غرزة منزلقة كده علشان اقفلها. تمام. وبعدين هقص الخيط بتاعي. انا كنت عاملة واحدة قبل كده وقصة الخيط وكل حاجة خلاص، وبدأت عملت التانية. فالأولى بتاعتك انت هتعملي فيها غرزة منزلقة وتقصي الخيط. لو التانية مش هنعمل غرزة منزلقة خلاص، هنسيبها زي ما هي عادي كأني هكمل، وهبدأ بداية الصف الجديد عادي خالص. المفروض ان الخطوة اللي جاية ان انا هشبكهم في بعض علشان يبقوا شبه الشنطة دي كده بنفس الطريقة، اللي هو الجناب والقاعدة بتاعتها ما هيبقوا متشابكين. احنا هنشتغل رايح جاي رايح جاي كده. تمام. طيب هنعمل كده ازاي؟ اول حاجة هنعمل سلسلة من 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واخر حاجة 10. دول كده المفروض ان احنا لما هنتنيهم ده هيكون شكلها في القاعدة والجوانب بتاعتي. خليها زي ما هي كده على الإبرة، وهناخد الجنب التاني ونركز ان الظهر مش هنشتغل عليه، احنا هنشتغل بس على الوش. تمام. في نفس الغرزة اللي كنت عاملة فيها غرزة منزلقة، هي بالظبط، هجيب الخيط بتاعي والإبرة اللي أنا كنت سايباهم زي ما هما، وهدخل في الغرزة المنزلقة، وهنعمل غرزة منزلقة تانية. تمام. أنا هسحب كده وهقفلها بقى، هسحبها في السلسلة نفسها، وكده أنا ربطت ما بين الوش الأول والوش التاني. شايفين شكلها عامل ازاي؟ المفروض ان انا هبدأ اشتغل بقى على كل، يعني على السلسلة نفسها، على كل غرز السلسلة. هلف الشغل بتاعي كده الناحية التانية، وناخد بالنا ان السلسلة ما تتقلبش، ما بقاش شغالة على جنب وجنب او كل المشاكل ممكن تحصل. اتأكد ان انا ماشية بشكل مفرود، ان الغرز بتاعتي مفرود. دايما بسيب اول غرزة وبدخل في الغرزة التانية على طول، وهبدأ اشتغل غرز منزلقة. هعمل 10 غرز منزلقة على ال10 سلاسل بتوعي. شايفين كده اول واحدة، وهدخل في التانية وهسحب غرزة منزلقة برضو. هفضل اعمل غرزة منزلقة في كل غرزة من غرز السلسلة لحد لما اخلص ال10 كلهم، واتأكد ان انا بعد صح.
كده أنا اشتغلت على السلسلة كلها ال10 بتوعي اهم زي ما انتوا شايفين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده تمام. ازاي بقى هشبك الصف ده في الدايرة نفسها؟ بصوا كده، لما اكون جاية على الجنب ده، يعني لما اكون بشتغل على الوش كده، هدخل الإبرة بتاعتي من ورا، شايفين في الغرزة نفسها بس من ظهرها. اوكي. وبعدين هنسحب غرزة منزلقة عادية خالص، وهسحبها بره الدايرة اللي على الإبرة بتاعتي. تمام كده. شايفين كده خلاص. اول غرزة دي مش هشتغل فيها خالص، دي الغرزة المنزلقة اصلا اللي هي الاساس بتاعتي. هلف الشغل بتاعي وانا كده شغالة على الظهر. لما اكون شغالة على الظهر، المفروض ان انا هدخل في نص الغرزة كده، طبعا بسيب اول غرزة بدخل في تاني غرزة. بصوا انا خدت ايه، دايرة واحدة بس من دوائر السلسلة او الغرزة نفسها، وهشتغل برضو غرزة منزلقة. تمام، هعديها واعيد تاني. الغرزة اللي بعدها هدخل بس في نص الغرزة كده، اخد طرف واحد من طرف السلسلة او طرف الغرزة اللي تحتيها، وبعدين نشتغل غرز منزلقة. لما اكون على الظهر بشتغل في نص الغرزة، لما اكون على الظهر بشتغل في نص الغرزة عشان بس ما ننساش. ولو اشتغلنا بطريقة تانية، شكل الغرز بتاعتي مش هيكون متناسق، هيبقى واحدة ماشية بطريقة واحدة ماشية بطريقة. فانا دايما ايه، اكون شغالة على الظهر كده، بدخل بصوا في نص الغرزة وابدأ اشتغل عادي خالص، غرز برضو منزلقة كلها. هفضل اكمل لحد لما اوصل لنهاية ال10 غرز بتوعي. بعد لما اخلص ال10 كلهم اهو، اتأكدت ان هم صح. شايفين انا شغالة على الظهر، لما اكون شغالة على الظهر بدخل عادي خالص، مش من ظهر الغرزة ولا حاجة. بس اتأكد انها مش ملفوفة او مش متنية. بصوا مفرودة ازاي، والاتنين على الظهر يا اما الاتنين على الوش. انا دخلت اهو في الظهر، بدخل عادي من ورا عادي زي ما انا شغالة اهو. وبعدين هنعمل غرزة منزلقة برضه، هلف الخيط على قدام والف الشغل بتاعي كله، وبعدين ابدأ اشتغل. انا كده شغالة على ايه، على الوش بتاعي خلاص، ما بقاش الظهر. شايفين شكله، ده كده الوش، ومفرود مش مقوس ومش اي حاجه يعني. تمام. اول غرزه دي طبعا بسيبها وهدخل في تاني غرزه، بس انا مش هدخل في نص الغرزه بقى المره دي. انا هاخد طرف الغرزه اللي مواجه ليا انا، اللي هي الغرزه الاماميه. تمام. وهبدا برضو اشتغل غرز منزلقه، هاخد بس طرف الغرزه اللي مواجه ليا انا، وهعمل غرزة منزلقة، وهكذا. لما اكون شغالة على الوش باخد طرف الغرزة اللي مواجهة ليا، لما اكون شغالة على الظهر بدخل في نص الغرزة. ليه بقى اللخبطة دي يعني، وليه كل التكنيكس الكتيرة دي؟ علشان بس يديني شكل مختلف للغرزة بتاعتي. هيبقى عامل زي الصدفة كده او زي الموجة مثلا. فاحنا عايزين الافكت ده يكون موجود معانا، علشان احنا بنعمل برضو حاجة قريبة خالص للصدفة، فاحنا محتاجين حاجة تدينا نفس التأثير بتاعها. دلوقتي خلاص دي اخر واحدة معايا، هي هناخد برضو الغرزة اللي مواجهة ليا انا، الغرزة الامامية. هي علشان كلها غرز منزلقة فبتكون ضيقة شوية. انا كده شغالة على ايه، على الوش بتاعي اهو. فانا مش هدخل الابرة في الغرزة عادي خالص، لا من ورا. ندخلها من ورا، وبعدين نشتغل الغرزة المنزلقة، اعديها برا كل اللي معايا على الابرة، وبعدين الف الشغل بتاعي وابدا اشتغل تاني. بس اهم حاجه زي ما اتفقت معاكم، ما تكونش معوجه، ما تكونش مبرومه، لا تكون تمام. ده الظهر بتاعي، يعني انا هدخل من نص الغرزه، بسيب اول غرزه طبعا وهدخل في نص الغرزه، هاخد الجزء الخلفي بتاع الغرزه واشتغل فيها.
هافضل بقى أكمّل بنفس الطريقة دي كده، يعني هاسيبها لكم برضه تركّزوا فيها كويس، لحد لمّا أخلّص 20 صف. مش هتزوّدي أي حاجة، لازم تحافظي على العدد بتاعِك قد عدد السلسلة اللي بدأتِ بيها، أنا بدأت ب10 يبقى لحد لمّا أخلّص كلّه لازم يفضلوا 10. كل مرّة أركّز لو أنا باشتغل على الضهر أنا باخد الغرزة الخلفية بتاعتي، لو أنا باشتغل على الوش فأنا باخد الغرزة الأمامية، وأفضل بقى شغّالة لحد لمّا أخلّصهم كلّهم. بُصّوا كده، عايزة أورّيكم بس بعد ما خلّصنا الجزء ده، ده شكلها هتكون متوصّلة ببعضها كده ومفرودة وتمام. إحنا ليه بقى كنا بنعمل يعني بنغيّر في شكل الغرزة علشان تدّيني الشكل ده، شايفينه هتلاقوا حتّة نازلة وحتّة طالعة، حتّة نازلة، ده اللي أنا محتاجاه بقى، ده اللي أنا عايزاه يبقى شكله معايا لمّا أخلّص خالص. هنكمّل بقى 20 صف زي ما اتفقت معاكم، بس كل شوية هاوريكم كده بُصّوا، ده بعد ما خلّصت تقريبًا الجنب بدأت أبدأ في القاعدة، هتلاقوه بدأ ياخد شكل curve كده وده اللي إحنا عايزينه، وأنتم لو حصل معاكم الشكل ده تبقى ده تمام، يبقى أنتم ماشيين صح. وده شكلها بعد ما اشتغلت كام صف كمان بدأت اهي تاخد شكل الصدفة اكتر، بدأت تبقى مدورة اكتر. هنكمل بقى ال20 كلهم لحد لما اخلص، وانا كده خلصت ال20 بتوعي. المفروض ان انا مش هزودهم عن كده، لو انتوا حابين تضيقوا شوية الفتحة بتاعتها وتزودوها طبعا دي حاجة ترجع لكم، كملوا بنفس الطريقة اللي كنتوا ماشيين عليها عادي.
أنا هاشتغل دلوقتي على الجوانب بتاعتها كلّها غُرز منزلقة علشان نقفّل الشكل بتاعنا خالص. هادخل كده أبدأ أعمل غُرز منزلقة، أنا اشتغلت 20 صف زي ما قُلت لكم قبل كده. هابدأ أشتغل على الجنب التاني دوّة، بس ناخد بالنا من حاجة إن هُم كانوا 10 فأنا أفضل شغّالة على 10 ما ازوّدش ولا أقلل أي حاجة علشان ما يبقاش شكل الشغل غريب، وكمان لإن الfinish ده هو اللي بيفرق في الشكل فعلًا. أنا مش هاكمّل على الجنب الرابع، أنا هاسيبه لإن أنا مش عايزاه يكبر أكتر من كده، فأنا هاسيبه مش هاشتغل عليه، اشتغلت بس على 3 جوانب كده وخلاص، أنا شايفة إن الطول كده مناسب وشكله لطيف. هنقص بقى الخيط طبعًا ونسيب مساحة شوية علشان نقدر نداري الخيط ونتحكم فيه وكده. بعد ما قصيت الخيط المفروض إن أنا هاسحبه كده لبره علشان أبدأ أدخله بقى لجوه وأداريه خالص. الخيوط اللي جوه برضو دي محتاجة إنها تتدارى بالإبرة رفيعة طبعا، وهنبدأ إننا نداري بقى الخيوط دي كلها. الإبرة دي مهمة في أي شغل هاند ميد فيه خيوط، الإبرة دي أهم حاجة فيه. هبدأ أدخله بقى كده لجوه ونبعده قدر المستطاع عن مكانه الأصلي علشان لما نقصه يبقى مفيش فرصة إن هو يفك مني. كمان بقية الخيوط اللي جوه خلاص هي مش هتفك فأنا هقصها، الخيوط اللي هي كانت طالعة من الدايرة السحرية أصلا. الخيط بقى الطويل ده هعمل فيه ايه بنفس الطريقة برضو، هدخله في الإبرة بتاعتي وهبدأ أبعده عن مكانه الأصلي علشان في الآخر أقدر أقص. كده البوك بقى تمام، ما فيهوش أي حاجة خالص طالعة خيوط ولا أي حاجة، كله اتدارى. هنبدأ بقى إننا نركب الإيد بتاعته، والإيد أهي أنا ركبت أول واحدة، استخدمت طبعا اللولي زي ما قلت في أول الفيديو، وسهلة قوي طريقة التركيب بتاعته. أنا استخدمت 12 واحدة، 12 خرزة. أول حاجة هجيب خيط من نفس اللون اللي أنا شغالة بيه والإبرة بتاعتي الطويلة اللي هي إبرة الخياطة دي تخينة شوية، هاجوز الخيط على 2 وهاربط في الآخر عقدة كده عشان ما الخرز ما يقعش مني. وهابدأ بقى إن أنا أدخل الخرز بتاعي في الإبرة. كده أنا دخلت الخرز كله. المفروض إن أنا هركب الإيد بقى عادي، هخيطها عادي على فكرة، يعني كأنها أي خيط عادي بيتخيط، لازم بس أتأكد إن أنا رابطة في الآخر الرابطة دي. بصوا أنا هنا يعني لما ركبته في الصف الأخير، يعني ما بين الصف الأخير واللي قبل الأخير كده، هدخل الإبرة كده من بره
تمام، وعديتها من الصف الأخير للصف اللي قبل الأخير. الخطوة اللي بعد كده إن أنا هاعدّي الإبرة والخيط جوّه اللولي ده مرّة تانية، وهو مشبوك في الخيط بتاعه. ليه أنا باعمل كده؟ علشان أخلّي اللولي ما يتحركش، ما يبقاش واسع عليه أوي الخيط، فبيتحرك براحته. فأنا لمّا أدخّل الخيط مرّة تانية فيه، بيمسك أكتر، بيمسك نَفْسه أكتر، تمام؟ بعد كده برضه أنا اتفقت معاكم إن إحنا بنركّب ما بين الأخير واللي قبل الأخير، هادخل في الصف الأخير وهاطلّع الخيط من اللي قبل الأخير زي ما عملت في الأول، تمام؟ وبعدين هنعدّيه من الناحية التانية مرّة كمان زيادة بس للتأمين، عشان ما يفُكِّش منّي، تمام كده. الخيط اللي طالع ده بقى بالإبرة الكروشيه العادية بتاعتنا، وهاعدّيه من الناحية التانية، هاخده كده في نفس على فكرة في نفس الغرزة اللي أنا مطلّعة منها الخيط أصلًا التاني، تمام. نتأكد بقى إن إحنا طبعًا هو ما يفُكِّش مننا، ونتأكد إنها مضبوطة قبل أي حاجة. هنربطه ربطة كده خفيفة، بس أنا الأول هاقص الخيط الزيادة كلّه مش هاحتاجه. برضه باحب أتأكد دايمًا الحاجة مضبوطة، يعني قبل ما أبدأ أدخّله، قبل ما أقص الخيط خالص، لازم أتأكد إن هو تمام. بنفس الطريقة اللي فاتت، وهابدأ برضه أدخّل الخيط كده جوّه، بس عشان أنا قصيت الخيط قصير شوية، فهادخّل الإبرة الأول قبل ما أدخّل الخيط، يعني هادخّل الإبرة كده وبعدين هاجيب الخيط بتاعي وأدخّله بقى في الإبرة. هنعدّيه الناحية التانية ونبدأ نسحبه كده بالراحة، تمام. هاقص بقى الخيط الزيادة ده، خلاص أنا مش محتاجاه، بس ناخد بالنا واحنا بنقص عشان أوقات ممكن يعني بعد الشر كده نقص غرزة والّا حاجة، فهنضطر نعيد كل حاجة تاني من الأول. وهاكرر نفس اللي أنا عملته في الجنب التاني بتاع الخيط بتاعي. كده خلاص أنا ركبت الجنبين أهو. في حاجة زيادة بس كده للتأمين يعني بقيت أحب أعملها. بصوا هو البتاع ده كده عامل زي الأمير أو حاجة، بس ناخد بالنا عشان ما نبهدلش الدنيا. حاجة حتة بص نقطة صغيرة خالص بلزق بيها بس الخيط بتاعي المقصوص ده في المكان عشان ما يفكش مني خالص. نقطة صغيرة جدا ما نكترش عشان لو زاد الحاجة بتاعتك هتبوظ. تمام هستنى بس ثانيتين كده ينشف وخلاص. الخطوة الجاية هي ان انا هركب القفل بتاعها او الكبسولة اللي هتقفل لي البوك بتاعي. المفروض ان انا هركبها بخيط خياطة عادي خالص، بس الافضل يكون خيط من نفس لون البوك بتاعك. بس انا ما كانش عندي فاستخدمت خيط ابيض، بس انا بنصح يعني اننا نعمل بنفس لون الخيط. علشان نركبهم لازم يكونوا الاتنين قصاد بعض بالظبط، ما ينفعش واحدة بعيدة عن واحدة او كده، علشان لما نيجي نقفلها البوك هيتعوج، فاحنا عايزينه يبقى ايه مظبوط. بس انا حددت مكانها مثلا هنا. هجيب الخيط بقى بتاعي وابدا اخيطها عادي خالص، يعني بصوا هي فيها 4 فتحات. هدخل الابره من ال4 فتحات دول كذا مره كده، بحيث ايه اتاكد انها ماسكه كويس في البوك بتاعي.
بعد ما ركبتها هاحط القفل بتاعها كده جواها علشان احدد بس مكانها بالضبط، تمام، حددت مكانها بالضبط وهابدأ اركبها بنفس الطريقة اللي ركبت بيها القفل الأولاني، تمام، خلاص ده مكانها اهو انا حددته بالضبط وركبته خلاص، وهنبدأ بقى نقفل ونفتح عادي. وبس كده البوك بتاعي خلص. يا ريت لو عجبكم تقولوا لي في الكومنتس وتقولوا لي كمان ايه الحاجات اللي انتوا حابين تشوفوها ان شاء الله قدام في القناة. بس شكرا ليكم، سلام.